زمان كان اللي بياخد درس اللي مش شاطر. دي بداية التوفير بتبدأ اهو، مش حرمان اهو مش حرمان. واللي بيمسك باب ربنا بيديله مفتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. شكرا جدا لدعمكم ليا، دمتم نعمة في حياتي، اللهم امين. ولو انت لسه جديدة معايا، انا حنان ودي قناتي. خدي لفة في القناة. عجبتك الفيديوهات؟ اشتراك ولايك وتفعيل لزر الجرس علشان تنضمي لعيلتنا الصغيرة. ويلا بينا بسرعة على الفيديو. النهاردة معانا فيديو قوي جدا، ازاي نوفر وازاي ندبر في فترة المدارس والدروس، ازاي نعمل وجبات مشبعة ومتنوعة من مبلغ بسيط. يا حنان، انا ميزانيتي اسبوعية ومش عارفة اتصرف في ايام المدارس، ولا عارفة اعدي الفترة اللي جاية. يلا بينا بسرعة، هنطلع وجبات مشبعة ومتنوعة وأفكار بأقل من 50 جنيه هتوفر عليك كتير جدا في الميزانية. خطة للأيام اللي جاية ولشهور المدارس. فيديو قوي جدا، تابع الفيديو للنهاية. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا عليه في التعليقات يا بنات. أول حاجة عملتها، عملت العيش. هنعمل العيش سواء كان عيش فينو أو عيش شامي أو عيش بكري، أي عيش هنعمله للسندوتشات هنعمله في البيت. دي بداية التوفير بتبدأ من هنا. أقل حاجة بتروحي تشتري عيش، بتشتري عيش فينو ب20 جنيه لو عندك طفلين بس. أنا عندي 3 عايزة ب30 جنيه. طب وأنا ليه؟ رحت جبت كيلو دقيق، كيلو الدقيق عامل 18 جنيه. جبت كيس خميرة، كيس الخميرة عامل 4 جنيه. وحبة مية وبعجن وحبة ملح ومعلقة سكر. زيت سمنة موجود في كل بيت، ربع كوباية. وبعجن عجينة متماسكة شوية. بعدين ببدأ إن أنا أسويها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وافردها واسيبها تخمر معايا حوالي ربع ساعة. بعد كده ادخلها على فرن سخن قبلها ب10 دقايق. بعد كده بشغل الشواية من فوق والعيش بيتحكلك اهو. واللي بيمسك باب ربنا بيديله مفتاحه. جربي في ربع كيلو، في نص كيلو، في كوباية، في كوبايتين، ممكن مرة يطلع منك حلو. وبعد كده تعتمد الطريقة دي وهتندمي ان انتي كنت بتشتري عيش طول الفترة اللي فاتت. اي نوع عيش هاتي فيديو من على اليوتيوب وتعلمي الطريقة، بأمر الله ربنا هيحسن ما بين ايديكي. طيب شايفين طلعت الكمية الحلوة دي كلها من كيلو دقيق. كيلو دقيق عمل معايا حوالي 30 رغيف. بمسكهم كده واحطهم في الفريزر. بالليل بطلع كيس، الصبح بلاقيه فك خلاص. بحشي جبنة، بحشي مربى، بحشي طحنية، مش هيقولي لأ. طب فين التوفير؟ التوفير كده أبو التوفير. أنا كده ب50 جنيه، بأقل من 50 جنيه الحسبة كلها 30 جنيه، عملت 30 رغيف. هيكملوا معايا 4 أيام وأنا ولادي 4، 3 في المدارس وواحد مش في المدرسة هياكل منه برضو. بألف هنا وشفا. حطوا لايك يا بنات لو وصلتوا معايا لحد هنا. اكتبيلي بقى في التعليقات وانتوا صغيرة كنت بتاخدي سندوتشات ايه. انا هقول لكم انا وصغيرة كنت باخد سندوتشات ايه. طيب ازاي هنوفر برضو في فترة المدارس وفترة الدروس؟ كده وفرنا في بند السندوتشات. طيب والحاجات الحلوة اللي بنشتريها اللي بتهدر مبلغ كبير جدا في الميزانية؟ مصروف ايد ابني او بنتي اللي بيطلع بيها الصبح. طبعا كل واحد فينا ما عندهوش طفل واحد بس، ما شاء الله كل عيلة فيها بالطفلين والتلاتة والاربعة. هنعمل ايه في الموضوع ده؟ لا احنا هنوفر في الحتة دي. هنعمل يومين اقتصادي في الاسبوع، هنعمل حاجات حلوة من البيت. كده احنا بنوفرهم لنفسهم وبنحميهم من المواد الحافظة والحاجات اللي بيشتروها من بره. طب يا حنان، انا ولادي مش هيرضوا، انا ولادي بيحبوا يمسكوا كده المصاريف وبيحبوا يصرفوا بايديهم. لا يا حبيبتي، ده انت هتحفزيهم وهتشجعيهم. هشجعهم ازاي وحفزهم ازاي؟ هنجيب حصالة حلوة يا ولاد. الحصالة دي بتاعت كسوة الشتاء، الحصالة دي بتاعت كسوة العيد. فاهمين؟ هنقول لهم ايه؟ يومين في الاسبوع هناخد المصاريف ونحطها في الحصالة. انا هديلهم المصاريف بس هخليهم يحوشوها فين؟ في الحصالة. خد يا حبيبي الصبح ادي مصروفك، ولكن شيله في الحصالة. يومين في الاسبوع هنعمل صينية كيكة، نجيب 2 كيلو بطاطا ونسلقهم، نجيب حبة فشار ونفشرهم. فاهمين؟ حلوة حكاية فشار ونفشرهم دي. وهتمشي يومين في الاسبوع اقتصادي، فهيبقوا حلوين جدا. واللي يقولك ان التوفير مش حرمان ده اي كلام. انا هحرمهم. طب هتحرميهم من ايه وعلشان ايه؟ ده سؤال مهم. انا هحرمهم من الضرر، هحرمهم من الحاجات اللي فيها مواد حافظة. هعمل اخف الاضرار، انهم هياخدوا 3 ايام مصروف ايدهم ويجيبوا الحاجة اللي هم نفسهم فيها
ويومين هاخد منهم المصروف واشيله، بوفر صحتهم. اسأل ابني، اسأل بنتي جبتي ايه، كلتي ايه بره، ما نجيبش اندومي، ما نجيبش مش عارف ايه. احذرهم من الحاجات اللي فيها ضرر. الضرر بيكون على الصغير اكتر من الكبير. الصغير تخيلوا لما بيمسك الفلوس بيشتري وبيجري على الحاجات دي اكتر من الولاد الكبيرة. يعني خافي على الكبير مرة وخافي على الصغير 1000 مرة، لان ايده بتيجي على اي حاجة وبيبقى نفسه فيها وبيبقى عايز يشتريها. اول ما بيمسك في الحاجة خلاص، لا يا حبيبي الحاجة دي ما تنفعش، الحاجة دي مضرة، الحاجة دي مش حلوة. وبالذات لو ولادك بينزلوا لوحدهم من غيرك، هيسيطر على الكبار، يعني هيسيطر عليهم، هيخليهم يشتروا له اللي هو عايزه. لكن انتي تبداي تفهميهم وتبداي ايه، تفطميهم كده قبل ايه، قبل ما يطلعوا من البيت. هنوفر، يعني هنوفر في ايام المدارس. طيب يا حنان انا ميزانيتي اسبوعية ومش عارفة اعمل ايه في مصاريف الدروس، مش عارفة اتصرف ازاي، وما بديش دروس في اغلب المواد يعني، وحاسة نفسي ان انا كده بظلم ولادي. لا يا حبيبتي، زمان كان اللي بياخد درس اللي مش شاطر، دلوقتي الشاطر هو اللي بياخد في كل المواد. ما شاء الله، زمان ما كانش فيه نت ولا فيه مدرسين، دلوقتي تقدري تجيبي لولادك اي مدرس يعجبك، وفي مدرسين ممتازين جدا من على اليوتيوب، تفتحي له فيديو وتخليه يشوف الفيديو وتطبقي معاه في الحل في الكتاب، وهيبقى مية مية، وهيبقى مية مية، وهيبقى 100 فل و10. في ولاد في ثانوي بتاخد دروس من على اليوتيوب من غير مصاريف ومن غير اي حاجة، واللي بيتعلم بيتعلم. لا انت ظلماهم ولا انت مقصرة معاهم ولا اي حاجة، بالعكس ده انت بتوفروهم. انا ولادي المواد اللي هم شاطرين فيها ما بدلهمش فيها درس. يعني لو ابنك شاطر في مادة معينة وحس ان هو مش محتاج درس، يا حبيبة قلبي بلاش درس. الدرس بيضغط عليهم وبيضيع وقتهم. انا ابني احيانا بيطبق الدرس على الدرس وما يكونش ذاكر الدرس اللي قبله او الحصة اللي قبلها، فكده احنا بنهدر فلوس وبنهدر طاقة وبنهدر ايه، جهد. بعد كده عملنا وجبة التوفير. شايفين صينية الكيكة اللي فاتت دي هتفضل معايا 4 أيام، فطار غدا عشاء، ياخدوا منها في اليوم الاقتصادي في المدرسة. بصوا مش هتقولي لأ، كل التكاليف كلها مش هتكمل 40 جنيه. 3 بيضات ب15 جنيه، هنقول ب10 جنيه لبن، هنقول ب5 جنيه دقيق، هنقول كيس بيكنج باودر ب3 جنيه، كيسين فانيليا ب2 جنيه. كلفتني ما كلفتنيش، وصحية وجميلة ومفيدة، وهناكل كلنا منها، احنا 6 أفراد هناكل منها 4 مرات ما شاء الله. يعني صينية كبيرة وحلوة والكمية بتاعتها حلوة. كمية اللبن كان 1.5 كوباية، كمية السكر كوباية أو 1.5 كوباية. الوجبة التانية دي وجبة الإنقاذ. جربي تعملي معاهم طبقات الوجبة الواحدة، وجبات الطبق الواحد. شايفين وجبات الطبق الواحد اللي هو ايه، اللي هو الوجبة كلها هتكون في طبق واحد. ده هيوفر عليكي انتي واقفة في المطبخ، وفي نفس الوقت هتكون موفرة جدا، وشكلها هيكون حلو شبه الطواجن، شبه الأكل بتاع بره. فاهمين؟ وهيبقى في نفس الوقت سهل الأكل كده، هينجزوا كده وياكلوا بسرعة ويجروا بقى ايه، يذاكروا ويشوفوا اللي وراهم ايه. فاهمين؟ فأنا دلوقتي جبت ب15 جنيه مكرونة، تمام، مكرونة طويلة اللي هي الاسباجيتي، على مكرونة قلم، نوعين مكرونة احنا بنسميها يا بنات خلطبيطة بالصلصة، ولادي بيسموها كده. نوعين مكرونة هيفرحوا بيها. المكرونة الطويلة دي بتفكرهم بالاندومي، فاعملي لهم الاندومي في البيت يا ستي، ليه تحرميهم؟ اهو مش حرمان، اهو مش حرمان. وحبة صلصة في طبق، اللي حابب يغمس هنحط جنبه حبة مخلل عاملاهم في البيت، تحفة، موفرين برضو، جميلة وزي الفل. هنمشي الأسبوع بتاعنا وجبات خفيفة على وجبات تقيلة عشان نوفر في المصاريف، وعلشان نعرف نسدد المصاريف اللي علينا. الحصالة اللي هنعملها زي ما ولادي بيحطوا فيها، أنا هحط فيها مصاريف زيهم. ولو معايا طفل مش في المدرسة هحط له برضو مصروف في اليوم اللي هيحطوا فيه. هفتح الحصالة دي على دخلة الشتاء هلاقي فيها مبلغ حلو. في نفس الوقت هم هيفرحوا، هيتعودوا، والتوفير تعود، وابنك على ما تعوديه وبنتك على ما تعوديها. تمام يا بنات؟ تمام. طيب في اليومين الاقتصاد هتعملي حاجة حلوة، أي حاجة حلوة تعمليها من البيت، تديله حتة أو تديله حاجة منها لزميله اللي قاعد جنبه. ده هيعوده على إن يكون كريم، وعلى إن ربنا يطرح في إيده البركة، الحاجة اللي بياكلها تطلع عليه، والولاد هتحب بعضها، وهتبقى صدقة منك وإطعام، حاجة حلوة جدا. ادي العيش بعد ما فرزته ده طلعاه من الفريزر. شايفين الكيس ده وجبة فطار الصبح، ما شاء الله جميل وتحفة. بطلعه من بالليل وبسيبه،
طيب بعد كده ده الفشار، هتجيبي حبة فشار زي دول برضه هتمشي بيهم الشهر، دول عاملين 40 جنيه، ممكن يعدوا معايا الشهر. يومين اقتصادي، هعمل يوم مثلا فشار على حتة بطاطا، حتة كيكة على حبة فشار، الكلام ده. ودي اكياس البطاطا انا سلقاها وحطاها في الفريزر، مش هتقولك لا برضه. هتجيبي 2 كيلو بطاطا حلوين كده وتغسليهم وتحطيهم في الفريزر، هيوفروا عليكي كتير جدا. بتكلم بسرعة، مش حابة الفيديو يكون طويل عليكم، حابة ان انتوا تستفادوا بكل فكرة في الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو اكتبي لي في التعليقات انهي فكرة عجبتك، ولو استفدتي منه يا ريت تكتبي لي تعليق حلو منك، اكيد هيكبر بخاطري. ما تنسوش يا بنات الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة عندي بأمر الله. حابين الفيديو اللي جاي يكون عن ايه؟ اكتبوا لي برضو في التعليقات، واكتبي لي برضو ما تنسيش كنت بتاخدي سندوتشات ايه معاكي وانت رايحة المدرسة وانت صغيرة. بالنسبة للتقاليع الجديدة، فهمي ابنك وفهمي بنتك. البانيه واللحوم والحاجات دي حبايبي احنا بناكلها في البيت، واحنا مش هنحرمهم من حاجة، هنعمل لهم كل حاجة في البيت. يا رب يعدي علينا وعليكم الأيام اللي جاية بخير وبصحة وهنا وسعادة. دمتم في أمان الله ورعايته وحفظه. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.